كلنا طبعا نعرف مشروع قناة السويس الجديدة وقد ايه هو غير شكل الاقتصاد المصري وساهم في تحقيق تنمية غير مسبوقة. بس اللي كتير مننا ما يعرفوهوش هو ان مصر دلوقتي بتعمل نسخة جديدة من المشروع ده بس اكبر بكتير، ومكانها مش على البحر الاحمر، مكانها على البحر المتوسط في منطقة جديدة اسمها جرجوب بالساحل الشمالي في نطاق محافظة مرسى مطروح. لكن يا ترى ايه تفاصيل المشروع ده وازاي هيغير شكل التجارة في العالم؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده، فخليك متابع معانا للاخر. في البداية خليني أقولك إن الموضوع ما بقاش مجرد فكرة أو كلام. من كام يوم الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار رسمي بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة. ده معناه إن الحلم بدأ يتحول لحقيقة على الأرض. بس ليه القرار ده مهم أوي؟ أولاً لأن الموقع الاستراتيجي لمنطقة جرجوب مكانها على الساحل الشمالي الغربي، يعني هو البوابة الطبيعية لمصر على أوروبا. ده غير إنها قريبة جدا من الحدود الليبية، وده بيخليها نقطة وصل حقيقية بين شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، وقاعدة أساسية لحركة التجارة في منطقة البحر المتوسط كلها. وتاني حاجة المساحة الضخمة. تخيلوا معايا منطقة جرجوب الاقتصادية مساحتها حوالي 402 ألف فدان. الرقم ده ممكن ما يكونش واضح، لكن لو عملنا مقارنة بسيطة بين جرجوب ومنطقة قناة السويس الاقتصادية اللي مساحتها 110 ألف فدان بس، هنعرف إننا بنتكلم عن مشروع أكبر من منطقة السويس بحوالي 4 مرات، ودي حاجة مش عادية. المشروع ده مش مجرد مينا ومستودعات، ده مخطط متكامل هيركز على حاجات كتير هتغير شكل المنطقة. الطاقة الخضراء، العالم كله دلوقتي بيجري ورا الطاقة النظيفة، وجرجوب هتكون مركز عالمي لمشاريع الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. الهيدروجين الأخضر لأنه مصدر طاقة نظيف جدا وبيستخدم في المصانع الكبيرة، وكمان ممكن يكون وقود للمركبات في المستقبل. عشان كده في شركة بلجيكية عملاقة اسمها ديمي شغالة هناك بالفعل، والرئيس التنفيذي للشركة لوك فاندر لوك أكد إنهم شغالين على مشاريع كبيرة في جرجوب ومناطق تانية في مصر. وده بيورينا قد إيه الاستثمارات الأجنبية بتثق في المشروع ده من قبل ما يشتغل. التجارة وإعادة التصدير، المنطقة دي هدفها الرئيسي إنها تكون مركز للتجارة العالمية وإعادة التصدير، يعني البضاعة اللي جاية من أوروبا هتخش جرجوب وتتوزع على أفريقيا والعكس هيحصل. وده هيخلي جرجوب منصة لوجستية آمنة ومهمة لكل الشركات العالمية اللي بتدور على طرق تجارة جديدة. السياحة، الموقع الفريد لجرجوب على البحر المتوسط هيخليها تتحول لمنطقة سياحية جديدة ومختلفة، وده هيجذب استثمارات ضخمة وهيفتح فرص شغل كتير جدا لأهالي المنطقة والمحافظات اللي جنبها. مصر بتتحرك بسرعة عشان تستفيد من الموقع الاستراتيجي بتاعها، خصوصا في ظل التغيرات اللي بتحصل في طرق التجارة العالمية. في طلب متزايد على مراكز لوجستية بديلة وآمنة، ومصر بتجهز جرجوب عشان تكون هي الحل. يعني في الآخر اللي بيحصل في جرجوب ده مش مجرد مشروع عادي، ده خطوة استراتيجية من مصر عشان تكرر نجاح تجربة قناة السويس، بس المرة دي بمساحة أكبر وموقع جديد وطموح يخليها لاعب أساسي في التجارة العالمية. والسؤال هنا، يا ترى جرجوب هتقدر تحقق نفس نجاح قناة السويس وتكون بوابتنا الجديدة للعالم؟